في سنة من سنوات الحج خرج سليمان بن عبد الملك رحمه الله بالحج، وفي يوم عرفة صعد أمير المؤمنين على جبل عرفة، وإذا به يرى الحجيج مد البصر، وكان بجانبه الوزير الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وما أدراكم ما عمر بن عبد العزيز وما أدراكم ما عمر رحمه الله. لما نظر سليمان أمير المؤمنين إلى الحجيج قال يا عمر انظر إلى هؤلاء الحجيج لا يعلم عددهم إلا الله ولا يسع رزقهم غيره، تباهى بهذه الأمة من الرعية. قال عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين هؤلاء هم رعيتك اليوم، غدا هم خصماؤك بين يدي الله أكبر. قال يا أمير المؤمنين هؤلاء هم رعيتك اليوم، وغدا هم خصماؤك بين يدي الله عز وجل. كلمات وقعت من عمر بن عبد العزيز في قلب أمير المؤمنين موقعا عظيما. قال سليمان والله يا عمر لقد كاد قلبي أن ينخلع من مكان، ثم بكى بكاء شديدا وجعل يقول بالله أستعين يا عمر، هؤلاء هم رعيتك اليوم وغدا خصماؤك بين يدي الله. رسالة عملية قوية يوجهها عمر بن عبد العزيز إلى جميع ولاة الأمر من ولاهم الله أمر المسلمين، أن هؤلاء هم الخصماء غدا بين يدي الله عز وجل. عجبا لدين عمر وعجبا لعبقريته وتقواه.